لما بيبقى عندنا عزومة بنحتار دايما نعمل ايه. الفراخ المحشية بقى من الوصفات الجميلة جدا في العزومات اللي بتبقى كده منورة على السفرة، وخصوصا في عزومات رمضان. هنعملها بقى مع الرز اللي بالخلطة بطريقة سهلة جدا من غير اي تعقيد، وكمان بطعم وشكل جميل يشرفك في اي عزومة. يلا نبدأ الفيديو ونشوف عملناه ازاي وايه المقادير. معانا بصلة كبيرة مبشورة ناعم، ومعانا فصين 2 من التوم او معلقة صغيرة، ومعلقة كبيرة من الفلفل الأسمر. وأنا عادة بطحن مع الفلفل الأسمر، يعني مع كل 100 جرام من الفلفل معلقة كبيرة من الحبهان، ومعلقة كبيرة من الكبابة الصيني، ومعلقة صغيرة من القرنفل، ومعلقة صغيرة من الروزماري، و10 ورقات من اللورة. بعمل الخلطة دي كده على طول بتبقى موجودة معايا. ومعايا بقى معلقة كبيرة من القرفة، دي أساسي مش هستغنى عنها في الوصفة دي. وكمان معلقة صغيرة من الجنزبيل. القرفة بتدي طعم جميل جدا للرز اللي بالخلطة ولتتبيلة الفراخ. هحط بقى البصلة الكبيرة مع الثوم مع الفلفل، معلقة كبيرة من الفلفل. ولو مش هيبقى متاح عندك كل البهارات اللي انا قلتها اللي انا ببقى طحنها مع الفلفل، نستبدلها بالسبع بهارات. هندعك بقى البصل كويس جدا بايدينا، لان دعك البصل بالايد ده بيفرق جدا في الطعم. هندعكها كويس كده، وبعدين الفرخة بتاعتنا غسلينها كويس جدا ومصفيينها، وندعك بقى من بره ومن جوه ومن تحت الجلد، نحشيها كويس جدا بالخلطة الجميلة بتاعة البصل. وندخل كده نعمل فراغ ما بين الجلد وما بين اللحم، ونتبل كويس جدا. وخلاص كده تبلناها تمام من بره ومن جوه، ونسيبها بقى في التتبيلة بتاعتها ديت ساعة 2 3، نسيبها في التلاجة ليلة زي ما نحب. خلاص اتبلت وجميلة، نركنها بقى كده بتتبيلتها كده، نغطيها ونسيبها، وندخل في الخطوة اللي بعد كده. في حلة على النار هنزل بمعلقة كبيرة من السكر، هسيبه يتكرمل كده لحد ما لونه يغمق، عشان هبدأ اعمل الرز بتاعي. بمجرد ما السكر لونه يتغير هنزل بمعلقتين كبار من الزيت ومعلقة كبيرة من السمنة، وبصلاية كبيرة او بصلتين يعني حسب كمية الرز. انا مستعملة بصلتين كبار للكيلو الرز. ومعايا بقى ورقتين من اللورة، هفضل اقلب في البصل لحد ما لونه يغمق. انا عايزاه يبقى بني معايا. وبمجرد ما البصل يغمق هنزل عليه بمعلقة صغيرة من الفلفل ومعلقة صغيرة مليانة من القرفة. الفلفل والقرفة اساسي في الرز اللي بالخلطة. هنزل بقى بعد ما قلبت كده البهارات وطلعت ريحتها بالقوانص الاول، اللي انا مقطعاها، يعني لا صغير قوي ولا كبير قوي. وهحط لها كده نص مع كوباية من المية، واسيبها تستوي قبل ما انزل بالكبد. ولما القوانص تستوي كويس هنزل بالكبد بتاعتي، عشان طبعا القوانص بتاخد وقت كبير عن الكبد. خلاص هسيب برضو الكبد تستوي حاجة بسيطة خالص، الكبد ما بتاخدش معايا سوا كتير. خلاص كده الكبد استوت معايا، هرفعها بقى من على النار، واحاول ما اخدش من الزيت والبصل كتير. يعني انا بصفي الكبد والقوانص بس وباخدهم، وببدأ بقى ازود المية بتاعتي على حسب مقدار الرز اللي انا هستعمله، واضيف تاني فلفل وقرفة، عشان احنا شلنا جزء كبير من الكبد والقوانص ده كان واخد من البهارات. هقلب بقى واستنى المية تغلي، وانزل بالرز بتاعي. واول ما المية تغلي تاني بهدي النار خالص على الرز وبسيبه يستوي براحته تماما. بس بعد ربع ساعة قبل ما يستوي باخد منه معلقتين كبار كده او مغرفتين كبار، وبعدله تاني وبسيبه يستوي تاني براحته على نار هادية، ويكمل سواه براحته طبيعي جدا. الجزء اللي انا خدته ده بقى بحطه في قلب الفرخة، مش بكبسها قوي. بسيبه مهوي لان الرز لسه ما استواش. وكمان بحط له معلقتين ميه كده عشان اتاكد ان هو يستوي يبقى كويس. يعني بحط معلقتين ميه في قلب الفرخه من جوه. خلاص. وكمان مش بحط تحت الجلد كتير عشان ما يفرقعش، حاجه بسيطه جدا، معلقه الناحيه دي ومعلقه الناحيه دي. ما بكترش رز تحت الجلد عشان ما يفرقعش معايا. خلاص قفلتها كويس بالخيط بتاعي وعملت العقده عشان الرجلين ما تفكش مني. التسوية بتاعتها بقى هزود مية في قلب الصينية،
واحط ملح وفلفل وقرفة تاني واغطيها كويس جدا بورق الخبز وورق الالومنيوم. اهم حاجة بقى انها تدخل على درجة حرارة عالية 200-220 عشان تغلي معايا بسرعة وما تاخدش وقت في الفرن طويل، يعني ما تطولش عن الساعة عشان خاطر الصدر بتاع الفرخة يفضل طري ما ينشفش منك. فلما درجة الحرارة بتبقى عالية الفرخة بتستوي مظبوط وبتطلع طرية جدا وجميلة. وفي كمان طريقة تانية ان انتي بتسويها في الكيس الحراري بتبقى برضو جميلة جدا وطرية. في الوقت ده الفرخة بتاعتي قربت تخرج من الفرن، في طاسة بقى على النار هنزل بالزبيب بتاعي مع معلقة السمنة، هحمره كده لحد ما الحباية بتزيد وتتنفخ معايا. واول ما الحباية تزيد وتتنفخ معايا هنزل بالمكسرات بتاعتي، او ممكن يكون سوداني بس او زبيب بس، يعني المتاح عندي في البيت هستعمله. لو مش بتحبوا الزبيب خالص مش بتحبوا المكسرات كمان هنستغنى عن الخطوة دي. في نفس الطاسة بقى انا سخنت الكبدة اللي انا كنت شايلاها في اول الفيديو عشان خلاص احنا جاهزين على التقديم. الفرخة بتاعتي طلعت من الفرن، هحطها على الرز كده واحط معاها الكبدة والمكسرات. الطريقة دي بقى احلى بكتير من ان انت تسوي الكبدة مع الرز في نفس الحلة، لان الكبدة بتدوب كده في قلب الرز ومش بتبقى تمام قوي زي ما بتبقى كده متحمرة وعلى وش الرز وشايفاها قدامك، بتبقى حاجة تانية وطعمه مختلف تماما. فجربي الوصفة بنفس الطريقة ونفس المقادير ونفس البهارات هتعجبك جدا جدا. وكمان تسويتها في الفرن ظبطها جميل، يعني الصدر بتاعها كمان كان بيدوب. الصدر ده دايما بيبقى عامل مشاكل مع الناس وبيشتكوا ان هو مش بيبقى مستوي كويس، لا السوا في الفرن بيفرق تماما عن ان انتي تسلقي الفرخة، لا يعني حاجة جميلة جدا. والرز كمان اللي كان في قلبها ده كان حاجة عظمة. جربوا بقى الفيديو، قولولي رأيكم في الكومنتات تحت، واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم.